في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن في أخصائية اسمها آن سورندايك، جات لها فكرة مجنونة بأنها كانت عايزة تغير من سلوك الموظفين في المستشفى وحتى من سلوك الناس اللي بتتابع في المستشفى بخصوص عاداتهم في الأكل والشرب، بدون ما تكلم حد أو تقنعه بأنه يغير من عاداته في الأكل أو الشرب. وآن سورندايك هي ومجموعة من الباحثين عملوا دراسة استمرت مدة 6 شهور، قدروا بعدها انهم يعيدوا تصميم كافيتيريا المستشفى من حيث الطاولات والثلاجات ومحتوياتهم، وغيروا الطريقة اللي كانت بتتعرض بها المشروبات في كافيتيريا المستشفى سواء في الثلاجات او على الطاولات. وخلينا اقول لك انه قبل الدراسه اللي عملوها كل الثلاجات اللي في الكافيتيريا كان معروض فيها مشروبات غازيه بس، ولكن بعد الدراسه ضافوا الميه في الثلاجات جنب المشروبات الغازيه، وعملوا حاجه ثانيه واللي هي انهم وزعوا زجاجات الميه جنب الطاولات في الكافيتيريا وفي كل مكان في انحاء الكافيتيريا، وفضلت المشروبات الغازيه زي ما هي في الثلاجات الرئيسيه، والفرق الوحيد هنا ان الميه بقت متاحه في كل مكان. وخلال ال3 شهور التاليه للدراسه مبيعات المشروبات الغازيه انخفضت بنسبه 11.4%، ومبيعات المياه ارتفعت بنسبة 25.8%، وكل ده حصل من غير ما يوجهوا ولا كلمة لأي شخص في المستشفى سواء من الموظفين أو حتى من رواد المستشفى. وهنا هنلاحظ ان الناس ما بتختارش المنتجات بسبب المنتج نفسه، ولكنهم بيختاروا المنتج بسبب موقعه. وخلينا اوضح لك مثال على اللي انا بقوله. لو انت دخلت المطبخ ولقيت على ترابيزه المطبخ صحن فيه كعك او فاكهه او مكسرات او اي شيء تاني، فهنا انت هتاخد اي شيء من الصحن حتى لو ما كنتش بتفكر فيه قبل ما تشوفه او حتى لو ما كنتش جعان، وده راجع الى ان عاداتك بتتغير حسب المكان اللي انت موجود فيه وحسب الاشارات المعروضه قدامك، لان البيئه هنا بتعتبر اليد الخفيه اللي بتشكل السلوك الانساني.